ويا اهلا وسهلا، نورتوا القناه. كنتمنى تكونوا بالف خير وعافيه. واليوم جبت لكم احسن وصفه ديال المادلين اللي جد اقتصادي، فقط بجوج ديال البيضات غادي نتحصلوا على 22 حبه ديال لي مادلين بالحجم اللي تبارك الله ما شاء الله كبير، كيجي عاطي العين. وصفه اللي غزاله بزاف. كيجي هاد المادلين خفيف بنين، من اروع ما يكون، من احسن ما غادي تقدموا لوليداتكم، احسن من داك لي مادلين اللي كتاخذوا من المحلات اللي مليء بالمواد الحافظه. فوجدوا لهم هاد لي مادلين هادو، صدقوني غادي يوليو مدمنين عليهم. وعلى بركه الله في اناء غادي نحتاجو جوج ديال البيضات يكونوا بالحجم الكبير. الا كان البيض صغير فغادي نحتاجو 3 ديال البيضات. غادي ناخذ داك البيض ونهرسو في واحد الاناء، نزيد عليه قبيصه ديال الملح ونبدا كنطلع في الباطور. من بعد كنضيفو جوج كيسان ديال السكر سنيده. جوج كيسان غادي يبان لكم شويه بزاف، ولكن صدقوني راه الحلاوه كتجي هي هذيك. غير تبعوا معايا الوصفه كيف ما هي غادي ترحموني عليها. المهم غادي تضربوا البيض مع السكر حتى كيبيض اللون ديالو كيف ما كتشوفوا هنايا عندي في الفيديو. من بعد غادي نزيد جوج معالق صغارين ديال الفاني سائله، اولا استعملوا الفاني برا البودره، اولا استعملوا جوج اكياس ديال الفاني اولا سكر ديال الفاني. كنرجع نخلطها كنطرب. من بعد كنزيدو كاس ديال الزيت ما يعادل 160 ملل ديال الزيت، وانا كنطرب هكا على سرعه منخفضه. كنوقف الباطور، غادي نزيد كاس ديال الحليب يكون عندنا بدرجه حراره المطبخ كذلك. كنعاود نخلط وكنوقف عاوتاني الباطور كنزولو. وغادي نغربل الطحين، ناخذ هكا واحد الشبيكه وغادي نغربل فيها الطحين غادي نحتاجو 4 ديال الكيسان ونص ديال الطحين، ما يعادل 450 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات. كنأكد انه خاص بالحلويات لحقاش كتكون نسبه ديال الجلوتين فيه ناقصه بزاف، ماشي بحال الخبز. جميع الخبز ماشي بحال الدقيق اللي خاص مثلا بالمخبوزات اولا ديال الخبز اولا الدقيق اللي كيكون جميع الاستعمالات. فمن الاحسن تستعملوا الدقيق الخاص بالحلويات. كنزيد كذلك كاس اللارب ديال الكاكاو ما يعادل 15 غرام، وكنزيد جوج اكياس ديال الخماره ديال الحلوى، كل كيس فيه 8 غرام. من بعد كنزيد الكاس الثاني ديال الحليب وكنخلط الخليط ديالي كله. كنطربوه هكا بالطراب، كنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على خليط اللي هو متجانس بدون اي تكتلات. كنستعن هكا بسباتولا باش كنهبط كاع داك الجنيبات اللي عندي. صافي كنكمل الخفقه اولا الخلط ديال هاد الخليط هذا حتى كنحصل عليه متجانس كيف ما كتشوف هنايا. كاضافه هذه اختياريه، يا اما الا بغيتو تزيدوا هكا شويه ديال الشكلاط، انا زدت واحد 100 غرام ديال الشكلاط هكا مقطع، ولا ممكن ديروه شكلاط حبيبات اولا مثلا شويه ديال الكركاع اولا مكسرات، يعني اللي يحب الخاطر. ما بغيتوش خلي الخليط ديالكم كيف ما هو. في الاخير غادي نضيف معلقه كبيره ديال الخل كيساعد ان داك لي مادلين كيجيونا خفافين وكيزيدوا يرتفعوا لنا الوقيته ديال الطياب. صافي كنخلي الخليط ديالي على جنب. كناخذ هكا القوالب ديال اولا المول ديال لي مادلين، كندير فيه قوالب ورقيه وكنبقى كنملئهم هكا بالخليط. تقريبا كنملئوهم 3 ارباع، يعني ما غاديش نعمروهم كاملين بحال باش ما يفيضوناش في الفران وكيلقاو اتساع فين كيطلعوا فين كيتنفخوا. الفران انا مسخناه من قبل على درجه حراره 210، درجه الحراره عاليه بزاف، ولكن غير تبعوا الوصفه ما تخافوش. الفوق والتحت شعله من قبل على 210. غادي ندخل اللاطه ديالي للفران. من بعد ما بطبيعه الحال كنعمروها وكنزوقوها. الا بغينا نزينوها مثلا هكا من الفوق بشويه ديال الشكلاط مقطع اولا شكلاط حبيبات اولا مثلا بيستاش اولا لوز اولا اللي عجبكم. صافي كندخلوا اللاطه ديالنا للفران، كنخليوها تقريبا ما بين 15 و 18 دقيقه، كيبقى على حسب يعني كل فرن. انا كتاخذ لي بالضبط 17 دقيقه كياخذوا لي في الفران ديالي. صافي كيطيبوا كيتنفخوا وكنخرجهم. هذه اللاطه الثانيه غادي ندير فيها هكا شويه ديال البيستاش من الفوق حتى هي، وغادي ندخلها للفران كيف قلت لكم كيطيبوا ويتنفخوا لنا. كنخرجوهم وهذا شكلهم من بعد ما طابوا وخرجتهم من الفران. غادي نخليهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كيشدوا شويه راسهم ويبردوا واحد شويه، وكنزولهم وكنديرهم
فوق واحد الشبيكه هكا حتى كيبردوا، وكنقدموهم بالصحه والراحه. وهنايا غادي نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي. هاد المادلينا هادي ولا هاد لي مادلين هادو كيجيو فنين وقطنين واكثر من رائعين، راه ادمان ادمان. عرفتي فاش غادي تجربوا هاد الوصفه هادي مع ساهله في التصواب، غتولي عندكم ادمان فين ما تحرف لكم، ولا تبغيو شي حاجه للكوتي، شي حاجه ساهله بنينه لذيذه واقتصاديه، غادي تنوضوا تصوبوا هذا 100%. فكنتمنى ان الفيديو هذا النهار ينال اعجابكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تشجعوني وتساندوني بتعليقاتكم كذلك. واللي ما مشتركش في القناه فمرحبا والف مرحبا، اشتركوا في القناه وما تنساوش تفعلوا الجرس. شكرا لكم بزاف، مع السلامه.